مع المقاطعه ما تبقيش تخمي الفطور لوليداتك. جبت لك 4 الوصفات صحيه لدهن الخبز ساهلين وبنان وكلهم طاقه. بالنسبه للاملو ديال اللوز خديت واحد زلافه منه. من بعد ما مسحته غنديرو في الفران يتحمر واحد شويه، ما نحمروش بزاف. من بعد غادي نطحنو ونضيف شويه الزيت ونضيف العسل ونزيد نطحن، وها هو املو ديالي واجد. بالنسبه للوصفه الثانيه نوتيلا، غنحتاجو زلافه ديال النوازات اللي غادي ندخلوها في الفران يتحمر. من بعد نقشروها وغنطحنوها. هنا خديت طابله ديال الشوكولا اللي غادي ندوبها، غنضيفها على النوازات ونزيد نطحن. من بعد غنضيف معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، راه كيجي خطير تماما بحال النوتيلا اللي كتباع على برا. بالنسبه للوصفه الثالثه زبده الفول السوداني، غنحتاجو الكاوكاو اللي بلا قشور، غندهنوه بالزيت وندخلوه الفران يتحمر لينا غير واحد شويه. من بعد كنطحنوه هو دافي، كنضيف ليه العسل او ممكن ما تضيفوش وكنزيد نطحن، راه كيجي لذيذ بزاف. بالنسبه للوصفه الاخيره الشريحه بالزنجلان، غنحتاجو الشريحه غنحيدو لها داك الراس. من بعد غنغسلها ونديرها تسلق في شويه الماء. من بعد ما تسلقات ليا غادي نطحنها. من بعد ما طحنات ليا غادي نضيف عليها الزنجلان، غادي غير نهرمشوه شويه وكنضيفوا شويه الزيت وكنخلط مزيان. هاد الوصفه هادي راه كلها طاقه وكتجي بنينه. كنتمنى تجربوهم بالصحه والراحه. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش لايك، وما تنساوش باني دائما احبكم في الله.